غرفة قصره في يوم، فقال لجنوده: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: هو لامرأة عجوز لا مأوى لها، وما أكثر الذين لا مأوى لهم في بلاد لا بد أن تكون مأوى لها. قالوا: هي عجوز لا مأوى لها. قال: اهدموا كوخها. قال: اهدموا كوخها. فهدموه، وكانت مسافرة، فلما عادت من السفر نظرت فوجدت أن كوخها قد أصبح رمادا، فرفعت يديها إلى السماء. وما أكثر الذين يرفعون اليوم أيديهم إلى السماء، الذين ينامون على الظل ويستيقظون على الظل، ينامون على القهر ويستيقظون على القهر، ينامون على الدين ويستيقظون على الدين، ينامون على الوجع الذي لا يعلمه الحاكم ولا بطانته، ينامون على الوجع الذي لا يعلمه إلا الصبي الصغير إذا أراد أن يطلب درهما أو إذا أراد أن يطلب رغيف خبز فلا يجده. أسرار البيوت، أسرار الفقراء لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ولهذا فإن الله يمهل ولا يهمل. انظر ماذا قالت. قالت: اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ فأرسل الله جبريل وأمره أن يهدم القصر على أهله، فهدم جبريل القصر على أهله. بسبب ماذا؟ بسبب دعوة صارت في جوف الليل. فقال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وما أكثرهم في زماننا. جاء في الصحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل تعالى واسمع: اذكر عند الظلم عدل الله فيك. أيها الظالم، أيها الظالم، أيها الظالم، اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. أيها الظالم، حاكما كنت أو مسؤولا، وزيرا كنت أو منصورا، رئيسا كنت أم مرؤوسا، أيا كان منصبك ومكانك، فأنت قد وقفت في مكان هو أمانة، وإنه خزي وندامة لمن لم يؤده بحقه يوم القيامة. إنها أمانة، وإنها يوم القيامة لخزي وندامة لمن لم يؤدها بحقها. اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. بكى علي بن الفضيل، فقيل: يا علي لماذا تبكي؟ قال: إنما أبكي على من ظلمني، إنما أبكي على من ظلمني. إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. وما أكثر الذين سيقفون في المحكمة التي لا بطانة سوء فيها، في المحكمة التي لا يوجد فيها
وقد بنوا القصور. ما هي حجج الظالمين وأموالهم في البنوك لا حصر لها؟ ما هي حجج الظالمين وأبناؤهم يرتعون في نعيم الدنيا؟ فما حجج الظالمين والفقراء لا يجدون قوت يومهم وهم في نعيم الدنيا مترعين؟ ما هي حجج الظالمين يوم القيامة؟ أبكي على من ظلم لي إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. وقف سليمان بن عبد الملك وعنده من الملك ما عنده، فخطب خطبة فوقف له رجل قال: يا سليمان اتقي يوم الأذان، يا سليمان اتقي يوم الأذان. ونحن نقول